هلو سويتي، ويلكم تو ماي channel. النهارده هنتكلم عن اساسيات شنطه الجامعه وايه الحاجات اللي المفروض تكون فيها. فلو انت مهتمه بالفيديو وعايز تعرفي ايه الحاجات اللي في الشنطه، تابعي الفيديو ده للاخر. طيب، بما اني تقريبا بقالي سنتين في الجامعه وداخله على السنه الثالثه، فتقريبا انا جايه اقول لكم النهارده كل الحاجات اللي احنا حرفيا هنحتاجها في الشنطه، عشان ما ناخدش اي حاجه زياده ولا ناخد حاجه اقل من اللي احنا محتاجينه فنتزنق هناك ونلاقي نفسنا ان احنا اتحطينا في موقف مش عارفين نعمل فيها ايه بسبب الحاجات اللي احنا محتاجينها. فانا في سنه اولى كنت يعني خلاص كنت لسه بقى شباب وداخله الجامعه ومش عارفه ايه. كانت دايما المدرسه جنب بيتي، فكان تقريبا ما كنتش في حاجات كتير قوي بحتاجها، والحياه مختلفه خالص عن حياه الجامعه. فلما دخلت الجامعه كنت بالنسبه لي اول حاجه عايزه اعرف انا محتاجه احط ايه معايا في الشنطه علشان ما اخدش حاجات كتير زياده او حاجات كتير اقل، وانا لسه مش عارفه همر ايه في الفتره دي. فاتفرجت على فيديوهات كتير قوي وكنت حرفيا اي حاجه بيقولوها كنت باخدها معايا في الشنطه. بعدين انا كان مشوار الجامعه بتاعي كان طويل شويه، انا في جامعه القاهره وانا اوريدي ساكنه بعيد عن الجامعه، فكنت بركب فتره مترو كتير قوي، والكليه بتاعتي كانت بعيده عن سلم المترو، فكنت بحتاج ان انا امشي مشوار كتير قوي من بيتي للمترو، ومن المترو طبعا المشوار بتاعها، وفي نفس الوقت من المترو بتاع الجامعه لغايه الكليه. فكان المشوار بيبقى كتير قوي ماشي، فان احنا نبقى معانا حاجات كتير قوي في الشنطه متقله حركتنا، دي كانت الموضوع بيبقى صعب قوي. فالفترة دي كنت حرفيا باخد كل حاجة واحدة واحدة في الكلية، كنت بشوف ايه الحاجات اللي انا فعلا محتاجاها وكنت بخليها في الشنطة، وايه الحاجات اللي انا كنتش محتاجاها فاوريدي كنت بشيلها من الشنطة. فالنهاردة هقول لكم الحاجات باختصار اللي انا كانت بالنسبة لي مهمة في شنطتي، وهقول لكم برضو شوية حاجات كانت بالنسبة لي مهمة في الشنطة ونصايح شوية عن الكلية. فخلينا نبدأ بأول حاجة، الشنطة. انا كان بالنسبة لي ما كنتش باخد شنطة كروس، كنت باخد دايما شنطة ظهر، علشان شنطة الكروس يعني لاسباب ما هقول لكم عليها، يعني هي كانتش بالنسبه لي عمليه خالص. اول حاجه كانت بالنسبه لي في موضوع الشنطه، انا جبت شنط كتير قوي، فهقول لكم بالترتيب كده ايه الشنط اللي انا جبتها وكانت بالنسبه لي ايه اللي استمريت عليها، والشنط اللي هي لا كانت بالنسبه لي مش عمليه ومنزلتش بيها كتير كليه. اول شنطه انا كانت معايا الشنطه دي شنطه ظهر عادي، ممكن تكون شنطه مدرسه. كانت بالنسبه لي ايديها، اول مشكله فيها ايديها كانت رفيعه قوي، فلما كانت بتبقى فيها حاجات كتير قوي كانت بتبقى متعبه لكتفي، يعني ان هي الحمل على كتفي كان زياده قوي، ان الشنطه بالنسبه لي الايد بتاعتها ما كانتش مريحه. الشنطه دي كانت بالنسبه لي كبيره قوي، انا كنت فاكره ان انا هحتاج اخد حاجات كتير، زي ما قلت لكم كنت بحط كل حاجه في الشنطه في الاول، كانت الشنطه دي بالنسبه لي كبيره قوي. بعد كده جبت الشنطة دي بقى كانت تقريبا اكتر شنطة انا بنزل بيها الجامعة. اولا حجمها مناسب لكل الحاجات اللي انا كنت محتاجاها، ثانيا كان لونها اسود، الشنطة التانية كانت الوانها غريبة قوي فكانتش بتليق على اكتر من طقم بلبسه، يعني كنت محتاج مثلا البس حاجات سادة او حاجات اوريدي ليها علاقة بالالوان دي علشان تليق عليها. الشنطة دي كانت سودة، فاوريدي كان اي طقم انا بلبسه بتليق عليه. كان حجمها مناسب. نفس مشكلتها كانت نفس الايد بتاعتها، برضو كانت بتوجعلي كتفي عشان اوريدي الايد بتاعتها صغيرة. الشنطة كانت الجلد بتاعها كان كويس، ان هو يعني فترة الشتاء كانت الدنيا اوريدي بتبقى بتنطر علينا كتير قوي واحنا في الجامعة وكده، فما كانتش الحاجة اللي جوه الشنطة بتتبهدل، يعني الشنطة كانت خامتها ووتر بروف. غير طبعا كل دوت، يعني هي الشنطة ذات نفسها الخامة بتاعتها جلد، فكانت بتبقى شيك كده على شوية اللبس اللي انا بلبسه. دي تقريبا كانت اكتر شنطة انا بنزل بيها الكلية. اخر شنطة انا بنزل بيها كنت جايباها، هي لونها شوية غريب، يعني انا شنطة بامبا كده، ده شكلها، هي برضو الخامة بتاعتها ووتر بروف، دي كانت عجباني قوي. كانت اكتر حاجة كمان عجباني فيها ان هي يعني الخامة بتاعتها متبطنة من جوه، مش عارفة هتبان في الكاميرا ولا لا، خامتها متبطنة من جوه، فكانت حاجة حلوة قوي بالنسبة لي. دي كانت الوحيدة اللي لقيت فيها حل للمشكلة بتاعة الكتف، ان الايد بتاعتها عريضة، فاهم حاجة واحنا بنختار الشنطة لو هنحط فيها حاجات كتير فتبقى الايد بتاعتها عريضة علشان برضو تريح كتفنا. طيب نبدأ ندخل في الحاجات اللي انا اوريدي حطاها عندي في الشنطة من جوه. دي الشنطة بتاعت الكلية بالنسبة لي، فانا دي اللي بنزل دايما بيها. صح، اهم حاجة ممكن نختار الالوان بتاعت الشنط، يعني عشان برضو تبقى لايقة على الوان اللبس بتاعتنا اللي احنا اوريدي هنلبسها، واحنا بننسق لبسنا، يعني ما نحتاجش ان احنا نجيب حاجات كتير قوي ونلاقي برضو ان الشنط اللي احنا بنجيبها مش لايقة على لبسنا. فاهم حاجة اعتقد ممكن نجيب اسود ونجيب بيج، انا ما عنديش شنطة بيج الصراحة، بس انا كنت اغلب الوقت بنزل بالسودة، شنطة اسود وشنطة بيج. وممكن يعني لو مثلا هنلبس طقم اوريدي الوانه عادية، مثلا ابيض اسود بيج هكذا، ممكن نجيب حاجة زي كده اللي هي البينك، او ممكن اي لون تاني عادي، بس انا بفضل لون البامبا.
ماشي، بالترتيب كده هطلع لكم كل حاجه في الشنطه واقول لكم انا كنت باخد الحاجه دي ليه، او ممكن مثلا نستغنى عنها وكده، وبتعامل مع الحاجه ازاي يعني. ماشي، اهم حاجه في الجامعه طبعا ازازه الميه، ازازه الميه، ازازه الميه، ازازه الميه. انا مشكلتي الوحيده في الشنطه الكروس ان انا ما بعرفش احط فيها ازازه ميه، بتبقى شنطه صغيره فمش بتكفي. ومشوار الجامعه زي ما قلت انا كان مشواري طويل قوي، فانا كنت بعطش كتير في النص. بلس ان احنا لو فكرنا ان احنا مثلا كده كده كل الجامعات بيبقى فيها كافيتيريا ان احنا نجيب منها الحاجه، بس الفكره ان انا مثلا هجيب ازازه في ازازه في ازازه، انا تقريبا هضيع نص فلوسي على الازاز بتاعه الميه. فعشان نوفر فلوس يعني الفلوس اللي احنا بنبقى نازلين بيها، فالجامعه خدوا ازازه ميه معاكم وريحوا دماغكم. واغلب الجامعات بيبقى ممكن يبقى فيها كولدير برضو نملى منه ازازه ميه، ده اغلبهم. يعني احنا عندنا في الجامعه في كولدير جنب كليتي، وفي الجامعه عامه كتير في دي كولديرات. كنت باخد ازازه الميه معايا واملاها وتخلص واملاها وهكذا، واوفر فلوس كتير قوي. ماشي، تاني حاجه معايا آه كشكول. ده اهم حاجه بجد، اهم حاجه. احنا رايحين مبدئيا احنا رايحين نذاكر ورايحين نتعلم، فاهم حاجه ان احنا نحضر محاضرات وناخد كشكول معانا وقلم. انا بحط القلم هنا عشان ما يضيعش، وقلم علشان نعرف نذاكر ونركز كويس. انا كنت بحب اكتب بصراحه ورا الدكاتره، اللي هو مثلا احضر واقعد اكتب كده وراهم، ودي كانت حاجه بتخليني اعرف ان انا اركز اكتر. انتوا مش هتعرفوا تركزوا، انا احيانا كنت بسجل مثلا محاضرات وممكن اطلع وارجع اكتبها مثلا في الكشكول لو انا قاعده في الجامعه. مهم جدا ان احنا بجد نحضر محاضرات في الكليه، وما نكسلش خالص عن المحاضرات، علشان هي هتساعدنا بعد كده ان احنا في الامتحانات، يعني في الاخر ان احنا نكون اوريدي عارفين معلومات كتير قوي من المحاضرات، حتى لو احنا بنذاكر وبنلم الماده في الاخر. بس لا، اساسي ان احنا نكون بنحضر محاضرات. وفي النقطه دي تاني حاجه، احنا هنتعرف على صحاب كتير قوي في الجامعه، بس نخلي صحابنا دايما يكونوا بيشجعونا على ان احنا نحضر المحاضرات وما نكسلش اللي هو نروح نفطر والجو دوت. انا جايه لكم من المستقبل وعارفه الحوارات ومريت بكل دوت، فبجد نتعرف على ناس تساعدنا وتشجعنا ان احنا نحضر المحاضرات ونذاكر ونحضر سكاشننا وكل حاجه، ودي حاجه مهمه جدا. ماشي، ايه تاني في الشنطه؟ انا كنت باخد معايا التابلت انا دفعه التابلت، فكنت دايما باخد معايا التابلت. ان احنا الدفعه بتاعتنا ما بينزلهاش كتب، فالكتب دايما بتنزل لنا PDF، فانا كنت باخد التابلت معايا علشان يعني اتابع برضو مع الدكتور وكده في الكتاب، ولو مثلا هطلع اذاكر ممكن اقرا في الكتاب بتاع الماده مثلا. ماشي، الحاجات التانية دي هي يعني خلاص احنا كده ده الجزء الدراسي، احنا معانا الكتب ومعانا الكشكول بتاعنا والقلم وكده. الحاجات التانية معلومة صح، الناس اللي بتحب تاخد اقلام هايلايتر وكده، لو انتوا معاكم كتب ممكن ناخد عادي مثلا مقلمة يكون فيها الاقلام، بس انا عشان اوريدي باخد بقلم واحد وبكتب بيه، فمش بحتاج ان انا اخد يعني هايلايترز وحاجات كده كتير. الحاجة التانية المهمة، احنا محتاجين مناديل ووايبس. انا مش باخد الاحجام دي، انا باخد معايا اللي هي الصغيرة، اللي هي باكت مناديل صغيرة وباكت وايبس صغيرة. الوايبس بتبقى مهمة جدا علشان لو احنا مثلا هناكل وكده ومش يعني مثلا الحمام مش قريب مننا وعايزين نغسل ايدينا، او عامة حتى كنوع من انواع ان احنا نطهر ايدينا مثلا مكان التراب والحاجات دي، هنمسح مثلا البنج اللي احنا قاعدين فيه، فالوايبس بتبقى مهمة جدا. وطبعا مناديل اساسية، وطبعا في الشتاء يعني احنا عارفين المناديل الاساسية ليه. بس انا مش باخد الاحجام دي، انا باخد الاحجام الصغيرة، بس انا ما كنتش لاقيهم دلوقتي فقلت يعني عشان ما انساهمش اطلعهم لكم. ماشي، ايه تاني؟ انا عندي هنا بقى دي انا بحط فيها كل الحاجات اللي هي مثلا ليها علاقة بالسكين كير او الميك اب او الحاجات دي، هوريها لكم واحدة واحدة معايا. ماشي، اول حاجة معايا زبدة كاكاو، انا بستخدم بتاعة تشاو دي. مهمة جدا علشان احنا اوريدي فترة الشتاء طول الوقت بتبقى شفايفنا مقشفة، فبنقعد كل شوية ايه اللي هو نحط زبدة كاكاو، نحط زبدة كاكاو وهكذا. ماشي، وبرده في الشتاء هنحتاج هاند كريم، انا ده اللي بستخدمه. بس لو حد عايز يجيب هاند كريم ممكن نجيب الهاند كريم بتاع ايفا، هو احسن بكتير قوي. بتاع لونا دوت شبه الفازلين شويه، فبيبقى يعني لحد ما ملمسه مش احسن حاجه في الكليه وكده، يعني بتاخد وقت الايد على ما هي تشربه، فمش بيبقى ملمسه لطيف. انا كان معايا قبل دي كان معايا بتاعت ايفا، كانت حلوه جدا وريحتها حتى كانت حلوه، فكانت بتديني احساس كده لطيف في الكليه. ماشي، الحاجة اللي بعدها هنحتاج صن بلوك، انا بستخدم بتاع بوبي ده، ده للبشرة الدهنية او المختلطة، انا بستخدمه عشان بشرتي مختلطة. مش هنحتاج برفيوم، سيبكم من الازازة دي، يعني عامة نستخدم برفيوم، هي مش حلو ان احنا طبعا ناخد حاجة كبيرة، فممكن ناخد دي صغيرة
دي كانت ازازه عندي، فانا كنت برجع اعملها برفيوم. بس في طريقه احسن بكتير، ازازه صغيره كده بتتباع بتتحط ونعبي منها البرفان. هسيب لكم الصوره بتاعتها هنا علشان تبقوا عارفين شكلها، لو لقيتوها في اي محل هاتوها، دي هتسهل عليكم جدا جدا جدا، وهتبقى يعني بتتباع اصلا تقريبا باكت كذا واحده مع بعض، فبرضه ممكن تغيروا في الريحه بتاعتها. وانا ده روج، بس انا احيانا بستخدمه اللي هو مثلا احطه على خدودي كده، علشان طبعا ما اخدش معايا بلوشر وحاجات وهكذا، يعني بتبقى حاجات كتير. واحيانا لو مثلا عايزه احط روج بحط دي، بس هي بصراحه لونها فاقع قوي، فانا بستخدمها كبلوشر اكتر يعني. بس انا مش بحب احط حاجات كتير بتاعت مكياج معايا، مش باخد حاجات كتير، فدي اللي تقريبا سكين كير وفي نفس الوقت الميك اب بيبقى معايا. انا اوريدي كده كده ببقى نازله حاطه مثلا الماسكارا وهكذا، يعني بيبقى في حاجات ثابته وحاجات اللي هي مثلا زي البلاشر وكده اللي لونه بيروح، فده بتبقى بالنسبه لي احسن بكتير. بس في عندي هنا جيب صغير في الشنطه ده، بحط فيه توك، حاطه فيه توكه. التوكه دي يعني عشان طبعا الم شعري مثلا وكده لو نازله مسيباه. الناس اللي هي شعرها اوريدي زي كده مسيبين شعرهم دول ياخدوا معاهم توك. لو انتي محجبه خدي معاكي بنس 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 بنس، ضروريه جدا جدا جدا، علشان لو مثلا بنسه وقعت او يعني عايزه تعدلي في الطرحه وكده بتبقى مهمه جدا. انا برضو باخد معايا بنس شعر، وباخد توكه سودا عشان برضو على حسب الطقم انا لابسه ايه. بس دي كده الشنطة دي اللي بحط فيها كل الحاجات السكين كير والمكياج بتاعتي. ايه تاني في الشنطة؟ المحفظة طبعا دي اهم حاجة، بتبقى فيها الفلوس والكارنيهات بتاعتنا، دي بتبقى مهمة جدا، ما ينفعش ننساها خالص، عشان ولا فلوس ولا كارنيه ولا اي حاجة مش هنعرف ندخل الجامعة اصلا من غير الكارنيه. ماشي، ايه تاني في الشنطة دي يعني بتبقى اساسية جدا، عشان طبعا متحطش في اي ظروف مش حلوة. انا يعني هي فيها فوط صحية، وانا يعني بحب احطها كده علشان لو فتحت الشنطة مثلا جنبي اي حد مثلا ولاد او بنات وكده يعني ما بتبقاش الموضوع مريب. بحط كمان معاها يعني لو مثلا بناخد اي ادوية نحطها معاها، انا مش باخد ادوية فبحط بس معاها ريفو. وبحط دوت يعني مسكن لو مثلا حالة طارئة او كده، انا مثلا احتاجت مسكن عشان البريود، او مثلا لو معايا اي حد طبعا احتاج ان هو يعني جاتله عايز مسكن وكده، فبيبقى معايا احتياطي في الشنطة. ماشي، دي كده تقريبا كل الحاجات اللي في السوستة الاساسية دي. اللي بعد كده السوستة الصغيرة اللي عندي هنا، دي بحط فيها ايه؟ بحط فيها سماعات. طبعا دي حاجة أساسية جدا السماعات، علشان يعني مشوار بيبقى طويل وممل وكده، فلو احنا مش معانا حد السماعات بتبقى بتسالينا نشغل مثلا أغاني، نشغل راديو، نشغل محاضرة ممكن نسمعها أي حاجة، فالسماعة بتبقى أساسية جدا 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 معانا في الجامعة، يعني دي حاجة تقريبا ما ينفعش ننساها. ايه تاني؟ انا باخد في الصيف نضارة شمس معايا، دي النضارة بتاعتي. في الشتاء يعني انا بصراحة بحب الشمس، فبحس ان هو يعني لو اصلا شفنا شمس في الشتاء فمش بحتاج ان انا اخد نضارة شمس معايا خالص، يعني بحب اشوف ساعتها الشمس في الشتاء. ومفاتيحي طبعا دي عليها علامة برج العذراء. بقولوا لي في الكومنتات انتوا برج ايه، وهل اصلا بتؤمنوا بالموضوع ده ولا لا؟ بصراحة بيبقى عندي فضول اعرف اوي الناس ابراج ايه، وهل بيؤمنوا فعلا بموضوع الابراج ده ولا لا. بس دي تقريبا كده كل حاجة معايا في شنطة الجامعة. انا مش باخد اي حاجة تانية زيادة، يعني بتبقى الحاجات دي بالنسبة لي كفاية قوي، مش بتخليني اتحط في اي ظروف مثلا مضطرة مثلا في موقف وحش وهكذا. وفي نفس الوقت مش باخد حاجة زيادة معايا علشان اوريدي الشنطة متبقاش تقيلة عليا في المشوار ده كله. قوليلي برضو في الكومنتات انتوا في جامعة ايه، وهل لو مثلا الشنطة بتاعتكم بتحطوا فيها حاجة زيادة عن اللي انا بحطها وكده. برضو علشان الناس يعني يبقوا خشوا شوفوا الكومنتات لو حد كتب، علشان تاخدوا افكار برضو اكتر لو احتاجتوا حاجة. انا دي الحاجات اللي انا كنت بحتاجها، فشوفوا لو مثلا ناس تانية كانت بتحتاج حاجة زيادة تبقوا برضو عندكم فكرة. وبس كده، رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني على انستجرام وعلى تيك توك. وبس كده، سلام.